بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وتمام إيرين. ضابط شرطة والظاهر إنه إخوان القلب قرر إنه يشمع كنيسة ماري جرجس الروماني بالشمع الأحمر، وإيه دور عمدة البلد المسلم هقول لكم في القصة. أحباء حصرية مبعوثة من أحد أصدقاء القناة، والقصة حصلت في محافظة السوهاج في إحدى القرى البسيطة خالص اللي ربنا عينها عشان يظهر فيها مجده. اللي ما جربش شفاعة البطل الروماني ماري جرجس يطلب شفاعته الآن، لأنه سريع الندي وقوي مليان شهامة وجداعة ورجالي. قبل ما ادخل بكم أحباء على موضوع الفيديو، رجاء محبي اكتبوا طلبات الصلاة في التعليقات على المنتدى وتحت الفيديو. ربنا يفرح قلوبكم في الأيام المقدسة المباركة دي باستجابة كل طلباتكم امين. وما تنساش اي فيديو تسمعه من اللايك والشير، خد بركة كل الناس اللي هتسمع بسببك. اما عن ماري جرجس الروماني فحدث ولا حرج، اللي جربه يعرف قيمته سواء كان مسلم او مسيحي. وحكايتنا النهاردة والمعجزة القوية دي من احدى القرى النائية البسيطة خالص في محافظة السوهاج. والقرية كانت مسلمين على مسيحيين، لكن للأسف الشديد قلوب المسيحيين تاهت عن المسيح وما بقوش يروحوا يصلوا، برغم انه عندهم كنيسة اثرية على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، لكن الكل اهمل الصلاة. واراد ربنا وبعت للقرية كاهن قديس، واللي صابر وعافر كان يصلي لوحده هو وشماس، ما فيش غيرهم. هو والشماس يخبزوا القربانات وهم اللي يصلوا بالقداس وما يلقوش مصلين وراهم. بكى ابونا كاهن الكنيسة بالدموع وخبط على ايقونة ماري جرجس وقال له: باه يا روماني، يا بطل، يا شجيع، كنيستك ما فيش مصلين فيه، اصلي القداس لوحدي انا والقرابني. حزنه وبكاؤه صعد للسما بخور، وقرر ربنا انه يصنع معجزات على يد قديسه وشفيعه الحبيب ماري جرجس الروماني. في الوقت دي ربنا اراد وحصلت ظهورات عظيمة في الكنيسة، خلت الناس تيجي من كل انحاء العالم، حتى اخواتنا المسلمين اللي في القرية كانوا كلهم يتوافدوا على الكنيسة الاخذ البركة، لان كانت تحصل معجزات بالعيان. ده اللي خلي الدنيا تقوم ما تقعدش. العمدي كان برضو اخوان القلب، فقرر انه يعمل مغرز في الكنيسة من غير ما يبان صورته وحشة قدام اهالي القرية. راح بلغ بشكل غير مباشر ان الكنيسة عاملة بلبلي، وانهم اما يقولوا بالكذب وبالزور انه ولي من اوليائهم اللي هو ماري جرجس الروماني ظهر، والناس اما يخدعوها بالسحر والشعوذة ومضايقيننا وتعبيننا في البلد، وانه مش عايز الناس والدنيا تقوم عليها ويقولوا العمدة هو اللي قلب الدنيا، فعايزين انداروا الموضوع وما نقولوش انه العمدة هو اللي بلغ. وبالفعل قد كان، وجات عربية ومدرعات من الشرطة وتقولش رايحين عشان يقبضوا على أعصابه. كانت الناس كتيرة قوي لدرجة ان الشارع بتاع الكنيسة مليان من اوله لاخر، والكنيسة من جوا وبرغم انها صغيرة كانت تبقى فيها اعداد لا حصر لها. وماري جرجس لما الرب عليه فوق القبة يلف حوالين الكنيسة وحوالين القبة وحوالين الشوارع القريبة من الكنيسة بحصانه في عز الظهر، كل الناس شايفاه، كل عيان، كل مسلم ومسيحي، والستات اتزغرت والناس تسقف وتهلل وفرحانة. المسيحي يقول: ليتمجد اسم الرب الظاهر في قدسيه، والمسلمين يقولوا: لا اله الا الله، يا ولي يا عظيم. والموضوع كان ماشي زي الفل، وابوني هيطير من الفرحة معقول. كل المصلين دي يا رب، كلها يا امير الشهداء، ده انا كنت مجموس زعلان منك. وبقى يعمل قداس كل يوم يوميا، لازم يرفع القداس على المذبح ولازم يصلي بكل الناس اللي ما تيجي، وكمان بقت تيجي كهني تدعي هناك كانوا يصلوا بدل القداس 2 في اليوم. كانت فرحة ابوني ان يلاقي اولاد المسيح قدامه اما يتناول الجسد والدم بتاع الرب يسوع، والناس كلها اما تقدم توبة متجددة كل يوم، وان الكنيسة تعبي وتفرغ. ده اللي كان عايزه، لا كان عايز دوشة ولا لمة ولا هيصة، لكن ربنا لما يدي بالكيلة وبالرفطاو، يدي عطايا حلوة كتيري من غير حدود. جاء حضرة الضابط ومعاه حبة عساكر حلوين مش قليلين،
طبعا وقف عشان يتكلم ابونا كاهن الكنيسة ويقول له ايه الضوضاء اللي انت عاملها دي والازعاج، ايه السحر والشعوذة داتي يا نصارى، ما تلموا نفسكم شوية، هو ايه يعني اللي انتم ما تقولوه داتي؟ قال له استنى وشوفي بعينك. قال له الضابط اشوف بعيني؟ ده انتوا سحرة ودجالين وكنايسكم دي كلها مليانة من السحر والشعوذة والسحر الاسود، هشوف ايه ما انت ممكن تسخر اي جن يعمل ده كله. وابوني على كاد مواضيع ومتواضع وطيب، لكنه وقفوا بكل جراءة وقال له هي وصلت للجن والشعوذة وكمان السحر الاسود، ربنا اتصرف يا ابو حربة، اتصرف يا امير الشهداء، يا امير الشهداء كنيستك، وقعد ينادي في امير الشهداء ماري جرجس الروماني. حضرة الضابط بيجي فور ويكب وخدها تحدي وقال له انت واقف قصادي وما تبوق في وشي وتعلي صوتك علي، طب هاي. وراح ماسك جرار الكنيسة وراح قافل الباب بالقافل وقال اللي ولد ابوه يقرب لم باب الكنيسة ويهوب لمه ويفتحها عشان يخش. طبعا بقت الناس المصلين تترجى فيه وتقول له حضرة الضابط ده ولي من اولياء الله الصالحين، والمسلمين بتوع القرية يدهلسوا عليه ويقولوا له حضرة الضابط ده لا سحر ولا شعوذة، دي ناس واصلة وقريبة من ربنا، برضه مفيش اي حل معاه. انفعل الضابط لدرجة انه وقف وشبح ايديه على باب الكنيسة وعمل علامة الصليب كديته وقال اللي هيخطي خطوة واحدة يا اما هاخده وجرجره واحبسه يا اما هموته هنيتي والكل هيتفرج عليه بعينه. كل الناس احبائي بعدت عن باب الكنيسة والكل كش وخاف، هو مش ما يتكلم من فراغ وفي ايده سلطة ويقول عملوا شوشرة او غوغاء ويعمل اللي في دماغه، الكل بعد. لكن ابونا ما بطلش صراخ ولا لحظة، معقولة يا ماري جرجس السب بعتك يا ماري جرجس يا ابو حرب اتصرف، الحد ما فعلا اتصرف. وهو مادد دراعه الضابط واذا بيه يحس بألم فوق الاحتمال وايده دراعه من عند رقبته لحد صباع يده اتشل، ما بقيش قادر يتحكم فيه ووجع ملهوش حدود. بقي يصرخ الضابط يقول سحرتني يا قسيس، سحرتني يا نصراني، هتعرف شغلك؟ قال له ده شغل ربنا، المكان ربنا يمد يده والقديس ماري جرجس الروماني يسامحك، مش هيحلك ومش هيفكك وانت حر. ميل عليه عسكري مسيحي وقال له حضرة الضابط ماري جرجس الروماني ده بطل وشفيع وكان زمان ضابط في الجيش وليه هيبة وليه شنة ورني، وما يزعل وياخد على خاطره لما حد يغلط فيه والكنيسة داي على اسمه. صلى بدماغه واستمر فترة طويلة لساعات وساعات وقال للعساكر اللي معاه اطلبوا له قوة من المركز عشان تيجوا وتشوف ايه حكاية النصارى دولي. لكن الموضوع اختلف ولمس ربنا قلبه واذا به يقول للكاهن خلاص 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 خلي ماري جرجس يفك لدراعي وانا هسيبكم في حالكم. عرف ان دي يد الله، دي لا سحر ولا شعوذة، مفيش السحر يعمل كداتي ولا بالقوة دي قوة الله الخالق العظيم القادر على كل شيء. قال له ابوني ايه ساقك عليني ولا حدش في البلد من اخواتنا المسلمين ممكن يعمل الحركة دي. الضابط قال له بس فك دراعي من التصليبة المنيلة اللي فيه داي، فك دراعي من الوجع اللي انا ما قادرش احتمله وانا احكي لك على كل حاجة. وفعلا ابونا القمص امر بانه حد يجيب له كوباية مية، اخذ المية رشم عليها علامة الصليب ونفخ فيها 3 مرات وقال يا ماري جرجس يا ابو حربة، وراح رشش بالمية دي دراع الضابط. واذا بيه دراعه يتفك في الحال وقال له منكم فيكم مشاكلكم وبلاويكم، اللي بلغ عنك هو عمدة البلد، عمدة البلد هو اللي عمل كده. طبعا الضابط بدل ما كان ما ينكف فيهم ويضايقهم بقى هو اللي ما يحرس الناس الطالعة والداخلي وما ينظم، وعرف كويس قوي قيمة مين هو ماري جرجس الروماني. طبعا ابوني اتضايق قوي وزعل من عمدة البلد اللي ما يظهر له كل الحب وكل الاحترام والتقدير وما يسانده، وتقول شيء سكر مدوب في كوبايه ولا دريشي اصلا ان هو سبب البلاوي في البلد. راح دخل الكنيسة طبعا من بعد ما الضابط فتحي وخبط بداية 2 على صورة امير الشهداء وقال له تتصرف في العمدة وتأدبوا نهاردي مش بكرة. كان يتكلم بقوة عشم في ربنا وبشفيعه امير الشهداء اللي ما يخدموا بعينيه.
واذا بيه يلقى مرسالة ما يجيله ويقول له انجدني. العمدي معهوش غير واد على 6 بنات جابوا بالمرار من بعد كذا جوازي. الحق الحق يا ابونا وتعالي. طبعا العمدي بلغوا اللي حصل مع الضابط وجرى على طول وعرف اللي فيه ان ربنا اما يرد الكف اللي هو اداه للكنيسة. لما بوني دخل على بيت العمدي اذا به يلاقي الولد الوحيد على 6 بنات اما يتلوها على فرشته والدكاترة حواليها ولا حدش عارف ايه اللي وجعه بالظبط. شكوا في انه ممكن تكون الزايدة، راحوا عملوا لي الاشعاعات والفحوصات وكشفوا عليها برضه مفيش اي فايدة، ما عندهوش اي مرض عضوي. يبقى ايه اللي حصل له؟ طبعا عرف اللي فيه وجاب ابونا وابوني صلاله ورشمه بالزيت وطبعا حط الصليب الخشب على راسه واذا بيه الواد يهدى ويروق ويروح في 7 نومه. تاني يوم قام صح ومن ساعتها العمدة ما يقدرش يهوب ناحية الكنيسة ولا بوني ولا اي حد مسيحي في البلد لا من بعيد ولا من قريب. اللي حصل خلى الكنيسة الصغيرة اللي محدش يعرفها ولا يسمع عنها اصبحت مشهورة والكل عارفها والكل يروح يزورها. بس من بعد كده طبعا الدنيا هديت من بعد ما الامور استقرت وبقت طبيعي. ربنا اما يعلن مجده وذاته يستخدم قديسيه. المجد اسمه ومش القديس ولا الشهيد ولا حتى امنا العذراء هي لما تعمل المعجزات. هم ما يصلوا ويطلبوا امام عرش النعمة والله الله القادر على كل شيء هو اللي ما يستجيب ويقول يقول لا. وببركة الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني اطلبوا طلباتكم الآن، معجزاتكم على الأبواب. صدقوني احنا في أيام مقدسة مباركة، أيام جميلة كلها عزاء كلها تعويضات. اكتبوا باستمرار كل يوم لحد ما ربنا يفرحكم بمعجزة، وما يفرحكم تبخلوش على اخواتكم، تطيبوا خاطرهم وتعزوهم ان ربنا موجود والمعجزات ما زالت. واللي ما يسمعني لأول مرة على قناة البابا كيرلس وطماف إيريني اشترك وفعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. والكل أحبائي اللي عايزين يشاركوا قصصهم أو المعجزات اللي ما تحصل معاهم أو عندهم مشورة أو استغاثة هيعملوا ايه، انضموا لجروب البابا كيرلس وطماف إيريني. الرابط بتاعه في أول تعليق. هتكتب لي تعليق على أي منشورة أنا منزلاها هناك، هتقول لي عندي قصة عندي كذا أو كذا، ومن بعد كده هتقدر تستخدم الجروب في الشغل بتاعك. سواء عندك مثلا قناة شغل خاص بيك هنزل لك كل المنشورات وبأمانة أما تنفع خالص. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير يا رب ويجعلها أيام سعيدة ومباركة وبخيتة على الجميع بحل كل المشاكل المستعصية وبتحقيق كل طلباتكم وأمنياتكم آمين. ومن جوا قلبي، من جوا أعماق قلبي يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على أولادكم، يوسع أرزاقكم، يديم يا رب محبتنا آمين. يبعد عنا وعنكم الشرير والأشرار يا رب آمين. ودايما يا رب بيوتكم عمرنا بحسكم وحس عيالكم آمين يا رب.